لو بتدور على شاليه او فيلا في الساحل الشمالي استلام فوري وحاجه كده حلوه من اللي قلبك يحبها، الاجابه وبكل بساطه مفيش حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. اوعى تكون فاكرني مخبي عليك حاجه وشايلها في الدرج، اوعى تكون فاكرني مدام عفاف في الدور السابع مش عايز اديك الحاجه اللي انت عاوزها وبقول لك اطلع للحاج محمد في الدور الرابع. انا مش مخبي حاجه عنك ولا شايل الحاجات الحلوه للناس الحبايب، انا بكلمك بصراحه وبوضوح. مفيش استلام فوري في الساحل الشمالي. الاستلامات الموجوده في الساحل الشمالي ممكن تكون استلامات قريبه اراوند سنه وسنتين، ويمكن هم اوبشنز محدوده، افضلهم تو اوبشن: نايا باي في راس الحكمه، كذلك دايركشن وايت الموجوده برضه في راس الحكمه. قريتين ممتازين جدا فيهم فاسيلتي كتير، يمكن دايركشن وايت اكبر كتير من نايا، ولكن بشكل او باخر الاثنين بيقدموا برودكتس ممتازه جدا. لو جينا بصينا على نايا باي مثلا هتلاقيه بيسلمك فوري الغرفتين نوم باراوند 14 مليون جنيه بالقسط على 9 سنين ب 15% مقدم. الحقيقه الاوفر ممتاز، ولكن لو بصينا على دايركشن وايت هتلاقيه من اول 14 مليون 600 نفس الغرفتين نوم بيسلمهم لك بالمطابخ والتكييفات، ولكن بالقسط على 7 سنين. دول احسن اوبشنز لو انت بتدور على حاجه استلام فوري، وممكن تكلمني ونتناقش. المشكله هنا لو انت بتدور على استلام فوري وتفكر تستثمر، وهنا تعالى نتكلم بالارقام. نفس الشاليه اللي انت بتشتريه النهارده باكس مثلا وهو تحت الانشاء كان بيتباع باقل من اكس ده بحوالي من 30 الى 50%. يعني لو نفترض ان الشاليه ده ب 20 مليون جنيه فهو بيتباع تحت الانشاء كان ثمنه 10 مليون جنيه، وكمان كان معاه فترات سداد افضل تديك مساحه انك تقسط على اطول مده. والاستثمار في الوحدات دي نوعين: اما ان انا استثمر عشان اجر استلم بدري ودي تبقى المصلحه اللي انا عملتها مع نفسي واجر، او اما ان انا اشتري وابيع بعد فتره. تعال نبص مع بعض. هل نفس الشخص اللي اشترى نفس الشاليه في نفس القريه اشتراه وهو تحت الانشاء بنفس السعر اللي انت بتشتريه بيه النهارده وهو مبني واستلامه سنه او سنتين؟ الاجابه لا. هل نفس الشخص اللي خد الريسك مع القريه ومع البروجكت ومع الديفلوبر وخد المشروع من ايام ما كان لسه ارض فاضيه ودفع اقل داون بيمنت وقسط على اطول فتره سداد شاري وهيكسب بنفس الطريقه اللي انت هتكسب بيها؟ الاجابه لا. خلينا نكون واضحين، اكتر حد بيحقق عائد على استثماراته هو اكتر حد بياخد الريسك مع المطور، هو اكتر حد بيخش التجربه من اولها سواء في اللونش او في البري لونش او في مراحل الطرح الاولى، وبياخد اول الاسعار وبياخد كل المميزات. اما اللي بيشتري استلام فوري فيستحسن ان هو يكون مضطر ان هو يشتري عشان يستخدم البيت بتاعه مش يستثمر فيه، او مضطر ان هو يستلم استلام فوري ويستخدم البيت بتاعه لانه ما عندوش اوبشنز ثانيه. اما لو انت قادر تستنى فنصيحتي ليك اشتري واستلم بعيد، لانك هتاخد مميزات اكتر ويبقى قدامك اوبشن اعلى. ولو انت مزنوق في الاستلام وعايز تشتري حاجه استلام قريب او فوري كلمني وانا هساعدك. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.